انا عمري ما اتقالت لي ان نسبه الحرق دي كويسه. عمري في حياتي ما اتقال لي ان نسبه الحرق دي كويسه. ما شاء الله فرقت بعد العمليه، ان انا بقى اصلا بقى عندي حرق. بالظبط. بقى جسمي يحرق الاكل صح. اللي باكله، وباكل كميات يعني ما فيش كام كميه، والحمد لله. كميه قليله بس نمسك فيه كله. ولكن الحمد لله شبعت. مفيش حرمان، مفيش اي حاجه. مفيش لا محرومه من اكل ولا محرومه من حاجه. وزي ما بقول لحضرتك لازم فنجان القهوه مع البسكوت ده، بس هبطل البسكوت ده اليوم ايوه اللي جايه عشان نخس شويه بس. عشان ارجع يعني، يبقى مثلا من 5 كيلو دول او ال7 كيلو ان دول شاء يعني الله انزلهم ان شاء الله. بتشكر حضرتك انا جدا يا مبسوط ان دكتور. انت جيتي النهارده وشاركتي تجربتك مع الناس. الحمد ان لله. احنا الكلمه من العيان ب10 كلمات مننا. فدي التجارب اللي احنا بنحكي دي عنها. حقيقة. أنا برضو كنت بشوف دكاترة كتير، وأنا آسفة لمقاطعة كلامك، ولكن ما اقتنعتش إلا لما شفت كام عينة قدامي فعلا عملت بالظبط. العملية. بالظبط. وشفت حد معين عملها فعليا، يعني حد أعرفه. اتفاجئت أصلا بالنتيجة. حاجه ثانيه. اتفاجئت بالنتيجة، واتفاجئت بحياته اتغيرت قد إيه يعني كان حد دايما حجمه طول العمر 130 125، والطول كانت اقصر مني كمان. فشوف حضرتك الحجم ده، لكن ما شاء الله ما شاء الله لما عملت العمليه فرقت جدا يعني.